السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير على فضائية السلام. مرحبا بكم مجددا في عدد جديد وحلقة جديدة. سنتحدث اليوم عن مفهوم السعادة وعن اختلافه من بين شخص إلى شخص، وما هي رحلة البحث عن السعادة، وهل السعادة حقا شعور يعاش به طوال حياته؟ الكثير من الأسئلة سوف نتعرف عليها عن هذا المفهوم وكيف يمكننا أن نكون سعداء في حياتنا مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله أنت ومتابعينك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا دائما بهذه اللقاءات القيمة والشيقة في برنامجك المتميز قوارير. بارك الله فيك أستاذة خديجة. دائما لقاءاتنا معك تكون مفيدة ومثمرة وجميلة جدا. سوف يكون إن شاء الله في عدد جديد معك عن السعادة. وبداية، ما هي السعادة أستاذة خديجة؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم لما نبغى نعرف السعادة يعني معناها شوية شائك، أو المعنى قليلا شائك لدى الناس، لأنه مفهوم مختلف تماما بين فرد وآخر، بين مجتمع وآخر. فهو إجمالا هي حالة من الرضا والسرور والفرح والبهجة التي يشعر بها الإنسان، هذا بالمعنى العام، لكن هي تختلف تماما حسب السياق لأجل الأمور المؤثرة على هذا المفهوم. من أين تأتينا السعادة أستاذة خديجة؟ السعادة الحقيقية، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع السعادة أو مفهوم السعادة، السعادة الحقيقية هي تأتي من الداخل. يعني سبحان الله، الإنسان كيفما يكون داخله ما يشعر به وما يراه في داخله يراه منعكسا على الخارج. يعتقد الناس كثيرا أن السعادة تأتي من الأمور الخارجية، من الخارج فقط إلى الداخل، والحقيقة ليس هكذا. الحقيقة أن السعادة تأتي من الداخل. كيفما نحن ننظر للأمر أو للحياة أو للوضع الذي نكون فيه، يبدأ يتشكل هذا الشعور الذي يسمى سعادة، ثم ينعكس كسلوك. فإذا يأتي من خلال الأفكار التي نحملها، من خلال المفاهيم التي نحملها، من خلال الناتج كشعور، ثم يظهر على سلوكياتنا. فإذا مصدر السعادة الحقيقي هو من الداخل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل به أعدائي. كان كثير السجن بسبب مخالفته لكثير من المسائل، يعني في الدولة التي كان فيها، فكان يقول: ما يفعل أعدائي بي، جنتي يعني جنتي معي في داخلي، خلوتي سجني خلوة، تغيير مفهوم السجن خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة. إذن عندما غير المفهوم تغيرت مشاعره، فبالتالي أصبح عنده حالة من الرضا واستغلال الوضع الذي يكون فيه لصالحه، أي يعمل الوضع هذا لصالحه. جميل. وهل هناك أنواع للسعادة ممكن أن نسميها؟ أنواع للسعادة، السعادة إجمالا شعور، لكن ليس هناك أنواع للسعادة نقول أنه هناك سعادة بهذا الشكل أو بهذا الشكل. إذا كان نريد أن نكون محددين، يمكن أن نطلق أن نقول هناك سعادة مؤقتة وهناك سعادة دائمة. السعادة المؤقتة هي السعادة التي تكون في حدث ما، لأمر ما، بشكل مؤقت ويزول بزوال السبب فقط. وإجمالا السعادة المؤقتة بوجهة نظر الإسلام هي السعادة التي في الدنيا فقط، يعني الناتج السريع للشعور فقط. أما السعادة الدائمة الحقيقية هي السعادة التي تكون في الآخرة نتيجة الأعمال التي يقوم فيها الإنسان اليوم في الدنيا، وتصبح تراكمية، فيرى كنتيجة لها، كناتج نهائي لها في الآخرة، كسعادة في الدخول الجنة. لكن في الدنيا ما الذي يراه قبل أن يرى هذه السعادة الدائمة؟ يرى حالة الرضا والهدوء والسكينة والطمأنينة. فبالتالي هذه المشاعر تؤدي بالإنسان أن يكون مبتهجا وفرحا ومطمئنا وهادئا وساكنا. وهناك دائما سؤال تطرحه الكثيرات، تقول: لماذا أنا لست سعيدة؟ ما هو جوابك عن هذه التساؤل التي تطرحه الكثير من الفتيات اليوم؟ عندما يطرح هذا السؤال، يجب إذا كنا نريد أن نجيب بشكل واضح جدا، يجب أن نعيد صياغة السؤال إلى صاحبه: لماذا أنت لست سعيدة؟ ما الذي يشقيك؟ عندما نتحدث عن معنى عدم السعادة، سوف نجد أن الإنسان هو الذي يشقي نفسه ويتعسها بسبب حمله لكثير من الأفكار وكثير من التوقعات وكثير من الظنون وكثير من الجهل.
فبالتالي يتوقع أمرا ما من حدث ما، ويتوقع تسلسل معين، ويتصور أنه سوف يصل من خلال هذا الأمر إلى شعور السعادة. فعندما لا يصل يصاب بخيبة الأمل، فيصبح إنسانا غير سعيدا أو شقيا. إذا اليوم عندما نقول لماذا أنا لست سعيدا، يجب أن أعيد السؤال على نفسي: لماذا أشعر بعدم السعادة؟ ما الذي كنت أتوقعه؟ ما الذي أريده؟ ما الذي أفكر فيه؟ ما الذي أظنه؟ ما هي معتقداتي؟ كيف أنظر إلى هذه الأمور؟ كيف أحلل هذه الأشياء؟ عندما أجيب على هذه التساؤلات بوضوح، سوف أعرف أن سبب عدم سعادتي يأتي من داخلي فقط. العالم والناس والدنيا والظروف ليست مسؤولة اليوم عن إسعادي، إنما أنا المسؤول، الشخص الوحيد عن تحقيق السعادة بنفسي. ومن هو السعيد في هذه الدنيا؟ السعيد هو الذي يلتصق بالله سبحانه وتعالى، الذي يشعر بالرضا، الذي يضبط نفسه بما أمر الله أو بما قال الله وقال رسوله فقط، الذي لا يتشتت في أودية الدنيا ولا يتشتت مع هذه الحياة ومع هذه التقلبات. لأن السعادة في الدنيا اليوم تأتي من الرضا، حالة الرضا. حالة الرضا هذه في واقعنا الحالي يصعب الوصول إليها بسبب كثرة المغريات وكثرة التحديات وكثرة الصعاب، مع عدم تسلح الإنسان بالفهم والعلم والإدراك الصحيح، وتوزع أو تشتته أيضا مع كثير من الأفكار. فبالتالي ليس هناك إنسان سعيد، إنما هناك إنسان راض ومتقبل. وبالتالي هذا الإنسان الراضي رضا صحيح متوازن، وليس رضا استسلام وتخاذل، سوف نجد أنه يشعر بالسعادة. جميل. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السعادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السعادة: أول شيء أراد أن يصف لنا الأمور البسيطة في الدنيا التي تسعد الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. يعني اجتمعت عنده كل أمور الدنيا التي تجعل الإنسان مبتهج ومطمئن، فبالتالي حالة الاطمئنان التي سوف تأتي للإنسان سوف تجعله سعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حتى يرينا أيضا أن هذه الأشياء أيضا تجلب السعادة، الأشياء البسيطة جدا. فإذا حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا عن أمور بسيطة جدا في الدنيا حتى تدخلنا في زاوية معينة لكي ننظر للحياة بهذه الزاوية، وعند نظرنا إليها فإننا نشعر بالسعادة والرضا مع بعضه البعض. فهذا هو المعنى الحقيقي يعني. ودعيني أذكرك شيئا أستاذة نورة، سبحان الله، في القرآن الكريم لم يرد لفظ السعادة إلا في آية واحدة، في أمر يحدث في الآخرة فقط، أما في الدنيا هذا اللفظ غير موجود. لذلك نحن نستخدمه مجازا لوصف حالة الرضا والتفاؤل والاطمئنان والتقبل والتسليم بما يحدث في واقع حياتنا. جميل. أستاذة خديجة، هل تختلف السعادة من فئة عمرية لفئة عمرية وتختلف من مفهوم لشخص لآخر، ولكن هناك أساسيات فيها؟ تختلف حسب الفئة العمرية، تختلف حسب الفئات، تختلف حسب الثقافات، تختلف حسب الدول التي نعيش فيها. كل سنة أخرى تخرج لنا إحصائيات أعلى دولة في مستوى السعادة، لكن هذه المعايير التي مستخدمة هي مستخدمة لقياسها بالأشياء المادية. عندما يقولون مثلا الدولة الفلانية هي أعلى معيار في السعادة هذه السنة، كانت الدولة هذه مثلا، فهم يقصدون مستوى دخل الفرد، مستوى الأمان الذي يشعر فيه، أو توفر الاحتياجات الأساسية. فبالتالي من شخص لشخص تختلف، لكن ما يجتمع عليه الناس كلهم أنه اليوم عندما يعني يتم التجاوب أو يتم حصول الفرد على احتياجاته الأساسية التي هي الشعور بالأمان، سد الاحتياجات الأساسية، الطعام والشراب والتعليم والصحة والرعاية وهذه الأمور، فإنه يشعر أيا كان في أي فئة عمرية، في أي بلد، في أي دولة كانت، إذا تم تلبية الاحتياجات الأساسية لديه سوف يشعر بالسعادة. لكن ما زاد عن ذلك ربما يصيب الإنسان بالبهجة وليس السعادة، يعني إذا زادت الأمور. لكن هناك احتياجات أساسية يجب أن تلبى. الإحساس بالأمان مثلا مطلب لكل الناس، الإحساس سد الاحتياجات الأساسية، الطعام والشراب والمسكن، كل الناس يريدون هذا الشيء. فبالتالي سد هذه الاحتياجات الأساسية يشعر الإنسان بالسعادة.
طبعا نحن نرى الأطفال، الذي نراه على الأطفال نحن نسميه سعادة، هو في الحقيقة بهجة بحصولهم بلعبة أو حلوى أو واقع معين أو حدث معين أو حفلة معينة فيصيبهم بالبهجة، لكن نحن نرى مظاهر هذه البهجة شكل من أشكال السعادة فقط. إذا تختلف بين البهجة والسعادة، هناك فرق ما بينهما؟ نعم نعم، البهجة نحن نراه كشيء محسوس يعني أكثر، أما السعادة فهي شعور من الداخل، يأتي من الداخل، يظهر على سلوكيات. السلوكيات هذه هي التي تدلنا على أن الشخص هذا يشعر في داخله بالسعادة، فهذه السلوكيات نسميها سلوك البهجة. جميل. ومتى تكتمل السعادة، وهل هي تكتمل أصلا في الأساس؟ الحياة الدنيا ليست كاملة أساسا حتى تكتمل السعادة، فالإنسان ما بين صعود ونزول في كل شيء، فما بالنا بمشاعره. إذا السعادة ليست مكتملة طالما أن الدنيا كلها أمرها غير مكتمل، والإنسان أساسا ناقص وعاجز ومحتاج، فهو يتقلب بين هذه وتلك، بين سعادة مرة وعدم الشعور بالسعادة في أخرى. لكن الإسلام يأتي يضبط هذه التقلبات كلها بأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب الإنسان بين الشكر والصبر حتى يصل للتوازن النفسي. جميل. هل يمكننا أن نسمي أنه إنسان مثلا في حالة مشاكل وضعف يمكن أن يكون سعيد؟ يعتمد كيف هو ينظر لهذه المشاكل، لأنه السعادة شعور من الداخل. ربما بعض الناس يرون أن المشاكل هي فرصة لإحداث التغيير في حياتهم، فرصة لتعلم مهارات جديدة، فرصة للتغلب على معوقات كثيرة في حياتهم. يختلف نظر الإنسان، وجهة نظر الإنسان لهذا الأمر هي التي تحدده. نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان عنده مفهوم: ما يفعل بي أعدائي جنتي في قلبي، إخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. فإذا تغير المفهوم يأتي من الداخل. إذا أنا أنظر للمشاكل اليوم أنها مجرد عقبات ويجب أن أقفز فوقها ولا تعيقني عن شيء، فأنا لن أهتم بها أساسا، سوف أستفيد منها وأخذ الخلاصة من هذا الدرس ثم أنتقل للمرحلة الأخرى من الحياة. أما إذا أنني رأيتها أمور معقدة يصعب التعامل معها وتصيبني بالإرباك وتخربط مزاجي وتخربط حياتي، معنى ذلك أنني لن أشعر بالسعادة، وكنتيجة لعدم شعوري بالسعادة سوف يكون عندي تصرفات سيئة تجاه هذه المشاكل، مما يزيد من صعوبتها أو يزيد من شدتها علي. فبالتالي لن أشعر بالسعادة، إنما سوف أشعر بالشقاء، وأنني أصبحت حزينا، وأن أموري معقدة، وأنني مسكين، وأنني يلزمني الشفقة بهذا الكيفية. إذا نعود نقول كيفما نظرنا للأمر سوف نراه متجسدا. إذا نظرنا له برضا وهدوء وسكينة سوف نراه كحالته التي ليس زائدا عنها، فبالتالي سوف ينعكس ذلك على حالة الرضا والتسليم وشعور السعادة لديه. جميل. شكرا لك أستاذة خديجة على مفهوم السعادة وعلى كيفية الشعور بالسعادة ومعرفتها. سوف نواصل معك أستاذة خديجة، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم قوارير على قناة السلام الفضائية. كنا نتحدث قبل الفاصل عن السعادة ومفهومها وكيفية الشعور بها وكيفية جعلها واقعا في حياتنا مع الأستاذة خديجة برهان، أستاذة مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك مجددا أستاذة خديجة معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله. أستاذة خديجة، كان لقاءنا قبل الفاصل يعني ثري جدا بمفهوم السعادة وما هي السعادة وكيف يمكننا أن نستشعرها، لكن هناك سؤال مهم جدا يبقى يدور حول الكثير، حولي وحول الكثير من الفتيات، ألا وهو: من هو المسؤول عن إسعاد ذاتي؟ المسؤول الوحيد عن إسعاد ذاتي هو أنا فقط، ليس المجتمع، ليس الوالدين، ليس النظام التعليم، ليس أي شيء، إنما أنا المسؤول الوحيد عن نفسي وعن إسعاد نفسي وعن تطوير نفسي وعن تعليم نفسي وعن تربية نفسي.
لماذا نقول ذلك؟ لأنه الكثير من الإشكالات التي تحدث الآن هي اعتقادنا أن الآخرين هم المسؤولون عن ما نشعر به، فنقول أن فلانا بتصرفاته هذه تسبب في الحزن وفي إشقائي أو عدم سعادتي. ما الذي يملكه شخص آخر حتى يجعلني أشعر بهذا الشعور؟ هذا قراري أنا. عندما نحن تكلمنا قبل الفاصل أن أي شيء يحدث في الحياة يأتي ويقول لنا ما الذي سوف تختاره كردة فعل. كثير من ما يحدث في حياتنا ليس له قيمة، وقد يكون هذا الكلام مربكا للآخرين، لكن دعني أوضح لك. ما يحدث في الحياة يمثل 10% فقط في الواقع. 90% ردة فعلنا هي التي تشكل مشاعرنا وناتج ما يحدث لنا في حياتنا. بمعنى أنه قد يحدث أمر ما، إذا كنت أنا اخترت اليوم قرار أن هذا الأمر لا يسعدني، معنى ذلك أنني بهذا الشعور سوف يكون عندي ردة فعل أو فعل سوف أسلكه كردة فعل لهذا الشعور، فبالتالي قراراتي ربما تكون كنتيجة خاطئة، ربما أصاب بالتوتر فأتلفظ بألفاظ خاطئة، ربما أضخم الموضوع فأتعارك وأتخاصم مع أطراف آخرين، وهو حدث صغير فقط. يمكنني أن أختار أن أكون هادئة تجاه هذا الحدث وأتعلم منه، ويمكنني أن أجعله يربكني. فبالتالي مسؤول الوحيد عن السعادة اليوم وكل يوم ودائما وأبدا هو نحن فقط، من خلال القرارات التي نتخذها ومن خلال الزوايا التي ننظر بها للحياة ولأمور الحياة ولما يحدث في الحياة يتشكل عندنا شعورنا. فالآخرين ليسوا مسؤولين، الوالدين ليس مسؤول، الوالدان مسؤولان اليوم لتعليمنا وتوجيهنا وإرشادنا ودعمنا، لكن ما يحدث أكثر من ذلك هو نتيجة قراراتنا نحن وما نفعله، فبالتالي نحن لا يجب أن نتحمل مسؤولية مشاعرنا. وهذه وقفة صادقة يجب أن نقف فيها مع أنفسنا دون أن نحمل الآخرين أي شيء، لأنه الكثير من الناس الذين يفشلون اليوم يقولون المجتمع، الناس، الظروف، الحياة، فلان الفلاني، علان العلاني، بهذا الكيفية يفكرون. والحقيقة أنك أنت الذي قررت أن تتأثر بما يحدث، فبالتالي النتيجة التي تراها هي نتيجة اختيارك وقرارك. صحيح. أستاذة خديجة، هناك أيضا أحد المفاهيم التي منتشرة في الوقت الراهن يقول لك اعتزل كل ما يؤذيك وابتعد عن الناس السلبية والناس التي تبث لك طاقة سلبية لكي تكون سعيد وراضي عن حياتك. يعني إلى أي درجة أو أي مدى يمكننا فعليا أن نطبق هذه المقولة؟ كيف يجب أن نعتزل هؤلاء إذا كانوا مثلا والوالدان هما ما يؤذيني مثلا، كيف أعتزلهم؟ وفي الإسلام هناك ضوابط، الصبر والرعاية والبر والإحسان، أين نذهب بهؤلاء الناس؟ هذا المفهوم مفهوم غربي، لأنهم أساسا ليس عندهم ضوابط اجتماعية أو حياة اجتماعية أو روابط اجتماعية، فبالتالي عندما يطلقوا هذه الألفاظ يطلقونها بناء على أفكارهم ومفاهيمهم ونظام حياتهم، فهو يتناسب هذا الكلام مع حياتهم. أما نحن اليوم المسلمين لا نستطيع أن نعتزل أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خير الناس من يصبر على أذاهم ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نحن المسلمون مهمتنا في هذه الحياة تغيير طريقة تفكير الناس، إحداث التغيير في هذه الحياة. إحداث التغيير معنى ذلك يتطلب مني أن أعيش مع الناس وأن أتعايش معهم وأن أصطدم بهم وأن يصطدموا بي، وأن أتكيف مع هذه الحياة وأقبل منهم وأرفض منهم وأتطور من خلال هذا الاحتكاك. أما إذا اعتزلتهم فسوف أبقى بلا خبرات، بلا قدرات، بلا تطور مهارات، سوف أبقى متأخرة تماما عن هذه الأمور. فبالتالي الإنسان يعتزل ما يؤذيه ليس من الناس، إنما يعتزل ما يؤذيه من الأفكار التي تدور في باله وعقله فتشقيه. هذا هو الصحيح. أما الناس لا نعتزل أحدا، بالعكس الناس يجب أن نخالطهم على ما فيهم من سوء، على ما فيهم من أذى، على ما فيهم من ضرر، ونحن متسلحون بالعلم والفهم والإدراك والرحمة والشفقة لما هم عليه، ومساعدتهم للتخطي كل هذه الأمور وإحداث التغيير فيهم. والإنسان مأجور بهذا الصبر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يحدث التغيير والأثر الذي يريده الإسلام.
فبالتالي هذا المفهوم اعتزل ما يؤذيك، هذا المفهوم أتى إلينا من الغرب الكافر الذي يتناسب هذا الكلام مع حياته، مع مفهومه عن الحياة الاجتماعية. اليوم لا نستطيع نحن ولا يصح أساسا أن نعتزل أحدا. لو كان في الاعتزال خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل قومه واعتزل كل من كان يؤذيه، ولكنه عاش في وسطهم يدعوهم ويدعو لهم أيضا. جميل. وهذا أصلا يعني يمكن أن نصنفه من الأنانية، أنانية الأفراد، إن أرادت فقط أن تأتي مع أناس تجلب لها السعادة وتترك من يكون هناك في حالة هم يحتاج إلى يد تطبطب عليه تهون عليه، فنحن نتركه بحجة أنه يبث طاقة سلبية. وهذه أنانية محضة صراحة أرى ذلك. طاقة سلبية، والله الإنسان الذي يقول هذا هو مصدر الطاقة السلبية. لأنه تخيلي أن يجلس إنسان مثلا في جزيرة فيها كل شيء لكنه لوحده، كيف يا ترى يشعر؟ الظاهر في الأمر الذي يرينا إياه الإعلام أنه سعيد وهادئ ومطمئن، لكن في الحقيقة الإنسان كائن روح تبحث عن أرواح، إنسان يألف، يحب الألفة، يحب أن ينسجم مع بني جنسه من الناس، من البشر، وليس مع الحجر والحيوانات. إنما تعامله مع الحجر والحيوانات من قبيل الرحمة، لكن الإنسان يحب أن يحتك بالآخرين، لذلك سوف يمل من هذه الحياة النعيم هذا، لكنه يعيش فيه لوحده. كما نقول في الأمثال الشعبية: جنة بلا ناس لا تنداس. يعني بدون ناس الجنة ما هي؟ لا شيء. النعيم هو مع الناس، أن نتخبط ونتصادم ونتصالح ونتصافى وننضج ونكبر. ما هي ذكرياتنا؟ ذكرياتنا عبارة عن مراحل نعيشها مع الناس بخيرها وشرها، بحلوها ومرها، وهذا ما نحن عليه اليوم. عندما ننظر لأنفسنا نجد أننا نحن نتاج اختلاطنا بالناس وليس بعدنا عنهم. بهذه الكيفية يجب أن يحسب الإنسان أموره. صحيح. ومن هو المسؤول عن السعادة في البيت؟ فإنه نحن مسؤولين عن سعادة أنفسنا، لكن البيت الذي يتكون من أسرة، أم وأب وأطفال، من المسؤول عن السعادة في البيت؟ نعود إلى نفس النقطة، من المسؤول؟ خيارات السعادة مسؤولية كل واحد، لكن في البيت المرأة هي المسؤولة عن تهيئة أسباب السعادة بما تستطيع. تهيئة الأسباب السعادة، ما الذي تفعله المرأة؟ المرأة كائن اجتماعي، كائن جميل، كائن يبث السعادة، كائن يبث الراحة والطمأنينة في البيت. فهي مسؤوليتها هذه من خلال التشجيع، من خلال تهوين الأمور الصعبة، من خلال المشاركة في إيجاد الحلول، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي هي الحب والرعاية والعطف والحنان. من إيجاد هذه الأشياء داخل المنزل سوف تبث في داخل المنزل شعور الطمأنينة والراحة والسعادة للآخرين. فإذا المسؤولية تقع على المرأة، لكن طبعا لا نريد أن نقول المرأة 100%، إنما أيضا جانب من هذا يقع أيضا على الأب أو على الرجل في البيت، بحكم أنه القوام والقائم عليهم من الرعاية الخارجية. فتأمين الاحتياجات الأساسية التي يقوم بها الرجل من مأكل ومشرب ومسكن وملبس أيضا يحقق السعادة في داخل البيت، يحقق السعادة للمرأة التي سوف تحقق السعادة أو توفر السعادة للآخرين كنتيجة. إذن المرأة عندما تكون سعيدة سوف تبث السعادة، وإذا لم تكن سعيدة ستحاول أن تبث السعادة لكنها سوف تتعب. فبالتالي هي مسؤولية مقسمة بين الرجل والمرأة. جميل. وما هي السعادة وما حقيقتها في الإسلام؟ مفهوم السعادة في الإسلام نحن قلنا عنه أنه يأتي من الشعور بالرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما يقضيه لنا من خير أو شر. فنحن نسلم لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأمور بالكيفية التي أمرنا بها، أي بمقياس الحلال والحرام. فلا نتجاوز بسبب السعادة التي نشعر بها الحد. إن الله لا يحب الفرحين، أو لا تمشي في الأرض، يعني النهي بالأمر أن الإنسان يمشي فرحا مختالا فخورا بنفسه، أو أن الإنسان ينسب كل خير لنفسه، إنما أوتيته على علم عندي. فهنا الإسلام يعلمنا والله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نعيد الأمور التي تحدث لنا من أمور الخير كلها إلى أصلها، وهي الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله علينا. وما يحدث في أمور حياتنا مما لا نحبه فنعيده إلى أنفسنا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم الإنسان لنفسه هو بجهله فقط،
بجهله في التعامل، بجهله في ردة الفعل، بجهله في اختيار القرارات المناسبة نوع الحياة التي يريدها، بجهله في اختيار الهدف المناسب له. فبالتالي يعود الإسلام ويضبط هذا الأمر ويربطه بالله سبحانه وتعالى لندرك أننا نحن من نقرر من خلال النظر للأمر بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فكلما تعلقنا بالله سوف نشعر بالطمأنينة والهدوء والراحة حتى في أحلك الأوقات، والله سبحانه وتعالى سوف يبث في أنفسنا الهدوء والرضا والتقبل، وبالتالي شعور السعادة والطمأنينة الذي نرجوه دائما وأبدا. جميل. ما الفرق ما بين السعادة والرضا؟ الرضا حالة من الشعور بالداخل بتقبل الأشياء، والسعادة أيضا حالة من الداخل، لكن الرضا يحدث حتى عندما يصل الإنسان أو يمر عليه أمورا لا يحبها فهو يتقبلها بنفس راضية، بنفس مطمئنة، بنفس هادئة. أما السعادة فهي حالة من حالات البهجة التي تحدث الإنسان عندما يصل للشيء الذي يريده أو الذي يرغب فيه فقط بهذه الكيفية يعني. فالرضا أعلى من الشعور بالسعادة، لذلك الرضا هو الأساس. إذا الإنسان أصبح راضيا سوف يشعر بالسعادة، لكن ليس بالضرورة إذا كان سعيدا أنه راضيا. إذن الرضا أعلى بكثير من السعادة. أستاذة خديجة، في الختام رسالة أخيرة لمشاهداتنا التي تشاهدنا الآن. نقول للمشاهدات وللجميع ولأنفسنا في البداية: سعادتنا مسؤوليتنا. أنا من أختار أن أكون اليوم سعيدة أو غير سعيدة من خلال الأفكار التي أتبناها ومن خلال السلوكيات التي ينتج عنها هذه الأفكار المتبناة. فإذا كنا اخترنا نحن الأفكار الإيجابية والأفكار الجميلة والأفكار التي تقوي وتعزز مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا والتآلف مع الناس، معناها أنني سوف أكون بإذن الله تعالى سعيدة. أما إذا اخترت الأفكار التي تدل على الأنانية وأن الآخرين هم الأسباب وأن هم الذين يجعلونني شقية فسوف أشقى في هذه الدنيا. لذلك يجب أن نبدأ نتحمل مسؤولية مشاعرنا وسلوكياتنا وردات أفعالنا، ولا نلقي باللوم على الآخرين على الإطلاق. شكرا لك أستاذة خديجة على هذه الكلمات الجميلة والسعيدة. صراحة سعيدين جدا بأنك معنا في هذا البرنامج. شكرا لكن أيضا مشاهداتنا الكرام أينما كنتن، جعلكم الله دائما سعيدات وراضيات عن حياتكم، دمتم سعداء. السلام عليكم وإلى اللقاء.